دانتي قائد نيس الفرنسي لم يسبق لي أن رأيته عطال حزينا ومدمرا إلى هذا الحد. السلام عليكم، مرحبا بكم إخواتي. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو للتوصل بكل جديد. يعيش الدولي الجزائري يوسف عطال وضعية نفسية صعبة بعد قرار إيقافه من طرف إدارة ناديه بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أيام للعدوان الصهيوني. وأوضح دانتي خلال حلوله ضيفا على قناة نيس ماتان قائلا: أعرفه منذ أكثر من 5 سنوات، لم يسبق لي أن رأيت يوسف حزينا ومدمرا إلى هذا الحد. ووصل: أرى كيف هو مع أطفالي وعلاقته مع الأشخاص من حوله، أنا مقتنع بأنه يريد السلام في العالم. واختتم: اليوم هو حزين حقا وخيب الآمل ومدمر بسبب هذه القصة. كان يوسف عطال قد نشر الأحد الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام يدعو إلى أن يسلط الله يوما أسود على اليهود في إطار تضامنه مع القضية الفلسطينية، لكن اللاعب الجزائري تعرض لهجمات سرية وغير مسبوقة ضده وصلت إلى حد المطالبة بطرده من نيس ومن فرنسا ليقوم فريقه بإيقافه إلى حين اتخاذ القرار النهائي بخصوص ملفه. لا تنسوش خوتي اشتراكوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.